السلام عليكم. زمان قبل ما يبقى فيه أشعة وقبل ما يبقى فيه سونار وقبل المستشفيات وقبل الدكاترة كان فيه طب، بس مش أي طب، طب بطعم فرعوني. تخيلي بقى إنك بتولدي بس مش على سرير، لا ده انتي قاعدة على كرسي وكل اللي حواليكي ستات. والأغرب من كده إن الطريقة دي العلم رجع لها تاني دلوقتي. طب استني، قبل ما نتكلم عن الولادة، هي الست كانت بتعرف هي حامل ولا لأ ازاي؟ طبعا ما كانش عندهم اختبار حمل من اللي بتتباع في الصيدلية دلوقتي، بس كان عندهم حاجة تانية خالص، كيس شعير وكيس قمح. الست بتعمل بيبي عليهم، وبعدين لو القمح نبت يبقى بنت، لو الشعير نبت يبقى ولد، ولو ما نبتوش خالص يبقى ما فيش حمل. والصدمة بقى ان العلماء جربوا الطريقة دي حديثا وطلع فيها نسبة دقة عالية جدا بسبب هرمونات الحمل. يعني الفراعنة كانوا سابقين المعامل بآلاف السنين. طيب بقى الست لما تبقى حامل بتولد ازاي؟ مفيش سرير، مفيش مستشفى، امال في ايه؟ في قالبين طوب مزخرفين اسمهم لبنات الولادة. الست بتقعد عليهم قرفصاء، والله زي ما بقولك كده بتقعد عليهم قرفصاء. وبعد كده الفكرة دي اتطورت وبقى في حاجة شبه كرسي الولادة، وكانوا بيرسموا عليها رمز الإلهة مسخنت، الإلهة اللي كانوا مؤمنين إنها بتحضر لحظة الولادة. المهم احنا قلنا إن الست كانت بتقعد قرفصاء، والحركة دي كانت بتساعد الجاذبية الأرضية إنها تنزل الطفل بسهولة. يعني الجاذبية الأرضية كانت شغالة شيفت كامل بدل الأجهزة والدكاترة. وطبعا الست ما كانتش لوحدها خالص، الولادة عند الفراعنة ما كانتش عملية طبية، دي كانت أشبه لحفلة ستات، مفيش رجالة خالص، كان في بداية وستات تانية موجودين علشان يغنوا ويعملوا صوت وموسيقى خفيفة علشان يهدوا الأم ويطمنوها. وكانوا بيستعينوا بآلهة مخصوصة للحمل والولادة زي الإلهة تاورت اللي كانوا مؤمنين إنها بتحمي الأم والطفل، وكمان الإله بس اللي الزعيم عادل إمام كان مسميه إله المسخرة، بس هو كان عند الفراعنة إله المرح والفكاهة والموسيقى ولحماية الأم والطفل، وكمان طارد للأرواح الشريرة. طب استنى بقى، التفاصيل اللي ممكن تخوف شوية بس في نفس الوقت مبهرة جدا. مفيش بنك؟ لا كان فيه، كانوا بيستخدموا مواد طبيعية زي الأفيون والزعفران عشان تهدي الألم. طب المشيمة أو الخلاص باللغة العامية بتاعتنا دي كانت بمثابة التوأم الروحي للبيبي، كانت عندهم حاجة مقدسة جدا، ما كانوش بيرموها، كانوا بيدفنوها في مكان مخصوص علشان تحمي الطفل طول حياته. وده يفهمنا ان الولادة عند الفراعنة ما كانتش حدث عادي، دي كانت رحلة كاملة. طيب بقى اول ما البيبي يشرف كانوا بيقطعوا الحبل السري بسكينة حادة جدا من حجر الصوان، وده كان حجر صلب جدا وحاد جدا، وبعدين ياخدوا البيبي يلفوه بكتان ناعم ويحطوا له كحل في عينيه علشان الحسد وعلشان الالتهابات كمان. طب والأم كانت بتقعد أسبوعين في فترة راحة ونقاهة تامة، الستات حواليها يخدموها ويدلعوها ويهتموا بيها لحد ما ترجع لحياتها الطبيعية وهي هادية ومطمنة. يعني حتى بعد الولادة كان فيه اهتمام بالأم. يعني يا ست الكل، لو فاكرة ان ولادتك كانت صعبة افتكري جدتك الفرعونية وهي قاعدة على قالبين طوب وبتولد وحواليها البخور شغال، ويمكن كمان تكون بتاكل عسل نحل. وعلى فكرة في معبد كومومبو في أسوان في نقش بيصور الست وهي بتولد بالطريقة دي، وده من أقدم الرسومات اللي وثقت الولادة في التاريخ. وكمان كانوا بيدهنوا بطن الأم بزيت المر علشان يسهل تمدد الجلد، يعني حتى الاستريتش ماركس كان ليها علاج. والبخور ما كانش بالنسبة لهم ريحة حلوة بس، دول كانوا شايفينه بيطرد الأرواح الشريرة اللي هي الميكروبات بلغتنا دلوقتي. يعني من الآخر الفراعنة كانوا عاملين بروجرام كامل للولادة، علم، راحة، دلع، وشوية معتقدات. وده كان ملخص لفيديو كامل عن الولادة عند الفراعنة. تيجي بقى الفيديو الجاي احكي لكم الطفل كان بيتعامل ازاي.